سير اخويا، سير اخويا، سير اخويا، سير اخويا، سير 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 سير. شفتوا ما كان غير منتخب هاد الايام. في هاد الفيديو ما غاش ندير لكم شي تحليل ديال شي ماتش ولا شي حاجه، لا 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 لا، ولكن غادي نشرح لكم واحد الحاجه مهمه بزاف. الكل حاليا كيتفرج في كاس العالم وكيشجع المنتخب ديالو وكيتمنى يمشي بعيد، وحنا كمغاربه كنشجعوا المنتخب الوطني ديالنا اللي الحمد لله راه غادي مزيان، وان شاء الله غادي يدير شي حاجه في لاكوب دي موند باش يشجعنا كمغاربه وكعرب اجمعين. في هذا الفيديو ما غاش ندير لكم شي تحليل ديال شي ماتش كما قلت لكم، لانني شي حاجه ما كنفهمش فيها، ولكن غنهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف واللي ديما الاطار الوطني وليد الركراكي كيركز عليه، واللي هي ديروا النيه وكونوا ايجابيين. باش بلا ما نطول عليكم في الهضره يلا نبداو. من اكثر الصوالح اللي كيعجبوني واللي كنستمتع فاش كنسمع لهم هما التصريحات ديال وليد الركراكي، الطريقه ديال التفكير ديالو، كيفاش كيهضر، كيفاش كيحفز اللاعبين، وكيفاش كيحاول يوصل الميساج للجمهور. نهار السبت بالضبط الاطار الوطني وليد الركراكي دار واحد التصريح اللي بالنسبه لي عالمي وتاريخي، واللي خاص اي واحد يسمع له ويفهمه، واللي به باش غادي نبداو باش اننا ندخلوا في واحد الموضوع واعر بزاف. شوفوا معايا التصريح ديال السي وليد. ولا تجمعنا ديك لونيون ناسيونال اللي كنت باغي قبل لا كوب دي موند، باش ملي كنقول الكره غتضرب بوطو غتخرج ولا بوطو غتدخل، عندكم صحابكم راني حماق ولا كنقولها، ديك لي زون بوزيتيف نيجاتيف كيتلعبوا في كره، وان شاء الله ولا غدا مجموعين مع الجمهور واي واحد يدير نيه ويقول ان شاء الله غيتقاتلوا الدراري والكره غتدخل غنربحوا ان شاء الله. باكونت ولا كاينين كيقولوا ان شاء الله هذا راس لافوكا في الهضره وان شاء الله يخسر، باش في الاخر نقولوا ايوا كان فيك فهمات وعلاش حيدتوا هذا باش تجيبوا هذا، الكره غتضرب بوطو وغتخرج. حنا خدامين، الدراري خدامين وباغيين البلاد ديالهم كيتقاتلوا. انا كنقولها لكم وحنا معاكم وانتم معنا وحنا عارفينها، ان شاء الله غيكون خير. السي وليد قال بان لي زون بوزيتيف ونيجاتيف كاينين، وبان بنادم الا دار النيه راه غادي يربح. هادشي كامل في البسيكولوجيا، علم النفس عنده واحد السميه محدده واللي هي لو اوف تراكشن ولا قانون الجذب. ممكن هذه اول مره ديالك كتسمع هاد السميه، ولكن كاع ما تهربش غادي نشرح لك كلشي مزيان. دابا هاد لو اوف تراكشن قانون الجذب شنو كيقول لك؟ كيقول لك بان الافكار الايجابيه، التفكير الايجابي كيعطي نتائج ايجابيه في الحياه ديال الشخص، وبان التفكير السلبي كيعطي نتائج سلبيه. كيقول لك بانك الا ركزت على الافكار اللي سلبيه فغادي تعيش تجارب من نفس النوع، ولكن الا ركزت التفكير ديالك وكانوا الافكار ديالك بوزيتيف فغادي تعيش تجارب اللي زوينين واللي غادي يكونوا حتى هما ايجابيين. فما تيهضرنا على الجاذبيه، هاي هاد الكره الا رميتها لفوق هوبلا اوتوماتيكمون غتولي لتحت، راه ما غاتولي عاوتاني لفوق. الا شي واحد طلع على السطح ونقز راه اوتوماتيكمون غادي يجي على الارض. هاد لو اوف تراكت ماشي شي حاجه اللي بعيده على الجاذبيه، هي لابيلتي ديال اننا ناثر لحياتنا الحوايج اللي كنركزوا عليهم، او بعباره اخرى انت ولا انت ديما كتاثر لحياتك الناس الصوالح اللي زيدي اللي كيتماشاو مع الافكار ديالك. هاد لو اوف تراكشن قانون الجذب كتخدم دي استراتيجي اللي مبازين على ابحاث علميه. من هاد استراتيجي كاين بوزيتيف سيلف توك، يعني داك التحدث الايجابي مع راسك، كاين لا فيزواليزاسيون التامل، وكاين بزاف ديال الصوالح اخرين. فملي كتكون ديك الحاله النفسيه ديال انك كتفكر بايجابيه، هادشي كيدفعك باش انك تطور وتتعلم مهارات جداد، يعني اوتوماتيكمون هاد التفكير الايجابي راه كيعاونك باش انك دير واحد النجاح اكبر. خليوني دابا نعاود لكم واحد ليستوار واعره 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 بزاف. اندري اغاسي من اشهر اللاعبين ديال التنس واللي كان مصنف ضمن افضل 10 لاعبين في العالم، وصل لواحد المرحله في المسيره الرياضيه ديالو فين بدا كيخسر من دوك الناشئين اللي عاد طالعين واللي ما عندهمش خبره. فنصحوا الخبراء باش انه يعتزل، لانه وصل 30 عام وما غاديش يكون كاباب باي حال من الاحوال انه يربح دوك الشباب اللي عاد طالعين واللي عامرين بالحماس والنشاط. كما انه واحد صاحبه قال له الا بغيت تخلي ذكريات ايجابيه فراه خاصك تعتزل. ولكن اندري اغاسي قال لا لا لا، كاينه شي حاجه. سمع واحد الصوت داخلي كيقول له ما تسمعش لدوك الناس، عاود مره اخرى، حاول غير هي بدل بالاسلوب ديالك وبالافكار ديالك. فشنو مشى دار اندري اغاسي في نظركم؟ مشى سيده ولا لا عيين خبير في التنميه البشريه وخبير في الرياضه النفسيه باش يحاولوا يعرفوا ويفسروا السبب ديال الفشل ديالو. واش داك الشيء راجع لانه صافي ما ولاش يعرف يلعب وشرف، ولا كاين شي سبب اخر تما؟ الحاجه اللي اكتشفوا دوك الخبراء هي ان الفشل ديال اندري ما كانت عنده حتى غلاسون بالسن، وانما كلشي كان راجع لدوك الافكار السلبيه اللي كانت عنده واللي كانت كدور غير على السن والضعف وبانه ماشي كابابل يربح. فبدا عاوتاني التدريب، ولكن هذه المره بدا بالتدريب النفسي فين بدا كيحاول يبدل دوك الافكار السلبيه بافكار ايجابيه، بالاضافه الى التدريب الفني والجسماني. وشنو كانت النتيجه في نظركم؟
اندري اغاسي ولا مره اخرى من ضمن افضل 10 لاعبين ديال التنس في العالم. راه كلشي كاين هنا. دابا غندوزو لابارتي الزوج ديال الفيديو اللي غنهضروا فيها على واحد الحاجه مهمه واللي بريسك عندها غولاسيون كبيره مع داكشي اللي هضرنا عليه عدا. الحاجه اللي راني كنحاول نديرها في هذا الفيديو هي انني نشرح لكم دي كونسيبت ونحاول نربطها مع داكشي اللي راه صار في الكره باش تفهموني مزيان. علاش دابا راني نهضر لكم على هذا التفكير الايجابي وقلب لكم راسكم؟ لانه كاين بزاف ديال الابحاث اللي بينات بان التفكير الايجابي كيقوي جهاز المناعه ديالك، كما انه ابحاث اخرى بينات بان التفكير الايجابي كيزيد من التاثير ديال لوندورفين الدوبامين والسيروتونين في الدماغ ديالك، الحاجه اللي كتخليك انك تمينيميزي الديبرسيون. حتى واحد الارتيكل تنشر في دي امريكان ادكشن سنتر واللي ركز على كيفاش التفكير الايجابي كيعاون الناس اللي كيعانوا من الادمان، لان دوك المواد الكيميائيه اللي مرتبطه مع التفكير الايجابي ممكن مع الوقت يغومبلاسيو دوك المواد الكيميائيه اللي كيخليو بنادم يمشي يتعاطى لي دروغ الشراب ولا شي سبستانس اخرى. هادشي كامل غنحاولوا نديروا له غولاسيون مع كره. سمعوا معايا مزيان شنو قال وليد الركراك. علاش مره اخرى تقلقت انا في الندوه الصحفيه؟ واش حنا خارجين من واحد ماتش اللي درنا التعادل مع لي فيس شامبيون دو موند؟ نورمالمون les supporters ils doivent être heureux et fiers et dire on a une belle équipe nationale, on a tenu tête aux Croates, on a fait un bon match, on a joué contre une grande équipe وغنشجعوهم وان شاء الله خير ولا ما كتبش غنتقاتلوا معاهم وكل شيء. خرجنا كان خصنا نمشيو كان خصنا نديرو نو. هاد اللاعبين خصكم تشجعوهم. احنا المغاربه on est très émotionnellement, il nous faut de la confiance, il faut pas des doutes. Par exemple un petit comme Abdel Zazouli اللي دخل عنده الثقه ديالي ça va être un très grand joueur. خصنا نعاونو، ما خصناش نقولوا شنو دار ولا لا، نعاونو ولديك وملي غتدخل انكور 15 مينوت سير انكور وتضيع الكره وماشي مشكل، الشعب معاك. دابا حاولوا تخيلوا معايا الحاله النفسيه ديال داك اللاعب فاش وصلاتو داك الكميه الكبيره ديال لي كريتيك الكره السب والشتم وكلشي. داك اللاعب الداخل في الدماغ دياله شنو غادي يكونوا جاوه؟ واش افكار اللي ايجابيه ولا افكار اللي سلبيه؟ بطبيعه الحال ما غاديش يقول واو هادشي واعر هادشي عجبني، راه باينه ما غاديش يكون عجبو الحال. يعني داك التفكير الايجابي ما غاديش يكون، غادي يكون حبس، يعني دوك لي زافونتاج ما غاديش يكونوا. ولكن افترضوا معايا كنا كنشجعوا بنادم داك اللعب ما لعبش مزيان، معليش بيان جوي، الماتش الجاي ان شاء الله يزيد يحسن شويه بالاداء ديالو وغادي يكون مزيان. دابا كومباري معايا كيفاش غادي يحس اللعب في هذه الحاله الزوجه، غادي يتموتيفا وغادي يبدا يفكر بايجابيه، وهذاك هو الهدف ديالنا اللي بغيناه. دابا راه ما كنعيش بانك الا فكرت بايجابيه وكلشي غادي يصرا وكلشي غادي يكون مزيان، لا راه كاين ما يسمى بالايجابيه السامه. ولكن التفكير الايجابي اللي هضرت عليه انا في هذا الفيديو هو انك غتعترف بانك غتلاقى مشاكل اي دو زوبستاك، ولكن تامن بانك غتلاقى حلول انك غادي تدوز دوك المشاكل. يعني الا بغيتني نلخص لك التفكير الايجابي اللي هضرت عليه في هذا الفيديو غادي نلخصو لك في جوج كلمات: امل زائد عمل. هذا ما كان، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا. الى عجبتكم الفيديو ديروا جيم وابوني باش تزيدوا تدعموا هذا المحتوى وتشجعونا اننا نديروا فيديوهات بحال هكا. وبهذه المناسبه كنتمناو كل التوفيق للمنتخب ديالنا الوطني المغربي، وان شاء الله نديروا شي حاجه في هذا كاس العالم.